انا قلت لك ان صلاح يبقى عنده حاجه لازم يثبتها. طبعا غير محمد صلاح في لعيبه تانية عندها كلام كتير قوي، كلام كتير في الكوره. عمر مرموش هيبقى عايز يثبت ان هو انا مش لاعب بديل. طبعا عايز يثبت ده لبيب جوارديولا، ان انا مش جاي لك من فرانكفورت من الدوري الالماني بالطفره اللي انا كنت عاملها دي عشان ابقى لاعب بديل في تشكيلتك. امام عاشور هيبقى عايز يثبت ان هو لاعب مؤثر، وان هو غيابه عن المنتخب خلال الفتره اللي فاتت كان غياب فارق. مصطفى محمد هيبقى عايز يثبت ان هو محترف، والمدير الفني كان هيبقى عايز يثبت هيبقى عايز يثبت ان هو محترف كامل مش نص محترف، وربع بقى كان ربع ساعتها ولا ربع يعني فاهم. فكل دي لعيبه عندها دوافع. طبعا الدوافع هتبقى كبيره جدا للعيبه دي، وخصوصا كمان انت دلوقتي المنتخب يعني كان بعيد خالص عن البطوله لسنين طويله، فانت داخل البطوله وعندك الدافع الكبير انك عايز تحقق البطوله، عايز تعمل انجاز كبير لبلدك. اللعيبه كلها عايزه تثبت نفسها، كابتن حسام حسن نفسه عايز يثبت نفسه، وعايز يثبت للجماهير المصريه ان هو مدرب كبير. وعايز اقول لك كابتن حسام لقى انتقادات كتيره اول فتره اللي فاتت، ولكن ممكن الانتقادات دي تكون دافع كبير ليه